على كأنما أنا وأم أولاده هذا العمر وياه. يما هذا سعد من يومه و7 أيام أطواره غريبة، منطوي على نفسه، ما يحكي ويا أحد، وإذا يحكي ويا أحد حكي خشن. خالة سعد مريض، هذا عمر من تزوجنا ويوم يفز من النوم يصرخ مختنق وحاله يصعب على الكافر، مو ليلة ولا ليلتين. هذا عمر كل مرة أقول له شكو شبيك يقبل يقول لي، حتى قلت له يروح للطبيب بس ما يقبل. ايه حج صادق، هذا الزرعته ده نحصده هالايام. يمه هذا سعد اطواره غريبه، من زمان من هو صغير كان من تصير مشكله يروح يقعد لوحده يوم يومين ما يحكي ويا واحد. فدوى يمه ديري بالك عليه، هذا ابو بيتك وابو اولادك وانت خوش بنيه ما وصيش بعد. والله اني مداريته هوايه مو مقصره باي شيء، بس خاله سعد مرضني. يعني أنا نفسيتي تعبانه، لو ما ولدي كان بفوق دقيقه يمه. أنا هسه مريضه ويراد لي علاج. راسي دخت بعد ما اقدر اقعد. أنا بعد ما أقدر أتأخر، يعني قال لي ساعة واحدة، إذا تأخرت شي خلصني. يلا يما يلا. وين شنت؟ وياك وين شنت؟ ودعت وياك؟ لا كنت بالغرفة. بس يلا حكيت؟ شو تسوي بالغرفة؟ روح جيب شاي روح جيب شاي، ودعت وياك، شكو واقف؟ روح جيب لي شاي. ايش بيك اليوم؟ ودعت وياك؟ امشي روح جيب لي شاي، يعني اللي اطرتك اقوم؟ شوف أنا أريد أحكي وياك. احكي. أنا أريد أتزوج. شلون؟ تتزوج؟ تتزوج؟ تتزوج ها؟ أموت. اسمع، ما نريد نتزوج. يا ابو قلبي. الله يبلاك. اي اريد اتزوج. انت تضحك علي انت شنك. الو. لا مو يهمك. هلا شلونك؟ يا هلا. ايه لا موجوده دا اشتغل بيها. سهله الله يبلاك. يا
الله يساعدهم. الو حازم، هاي وين يا بعيف انت؟ والله كان عندي شغل يا فلاح. لا يابا لا يا شغل، الظاهر اخونا بالله ماشي بدرب الحسرات. ايش تقصد ابراهيم؟ لا 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 كل شيء ما تقصد، لا تروح بعيد. اني دا اقول لك حازم، هذا المحل رحم الله والديك، المحل راح نسويه احسن محل بالشارع كله، مو بس هاي، وعيونك انت لا اسوي لافتات كلش كبيره، لافتات بشرط تغطي الشارع كله، واسوي لافته طولها 10 امتار اخليها من المحل القديم قبال سعد. طبعا انا كلش خوش فكره. اي نخلي الشارع كله يحتفل ويانا. مو؟ طبعا لازم كلهم يحتفلون ويانا. اقول لك ها انا ان شاء الله باكر تجيني فلوس البيت. ممتاز. وهاي الفلوس راح اشتري غرض. كلش حلو، مو بس انت، حتى اني ناويش اخويا، وعيونك انت حتى لو اعرف الداين، لو ابيع غراض البيت مالتي كلها الا لنسوي هذا المحل احسن محل. زين يابا فلاح، يمتى الافتتاح؟ وانت ليش تصنع؟ هو باقي لنا كم غرض بذاك المحل نجيبهن ونسلم المفاتيح وكل شيء يقعد بمكانه. زين يا جماعه شنو رايكم؟ انا عندي راي راح يعجبكم. قول. ليش ما نخلي استاذ سعد هو يفتتح لنا المحل؟ نادر، ايش بيك؟ ايش ولع شاي حكي؟ اصب لك شاي؟ انت اسكت اسكت، انت احكي انا ما احكي. احكي يا معود، اكو احسن من حكي، اصلا انت مثل البلبل، الحكي بس الك. انت تحبني؟ انا اكرهك، اكرهكم كلكم اكرهكم. ها ولك نادر، هاي ايش بيك اليوم؟ ولك صدق تكرهني؟ مو انا ربيتك بهذا الشارع. لا انا احبك انا احبك. انا ما احب عمي صلاح يضحك علي. بابا ما يخالف، هذا مثل عمك. وقلت له انا اريد اتزوج، هو قال لي انت مخبل يضحك علي، قلت له بدي اتزوج. والله خليتني اصدق. لك طلعت بلية كل هذا الحكي اللي بقلبك وما تحكيه. بيني وبينك نادر، واللي انت عندك فلوس حتى تتزوج؟ هي عند عمي صلاح، عمي ابو حاتم، احكي ويا عمي ابو صلاح، بلكي يعطيني فلوس حتى انا اتزوج. ابو صاحب تعال يابا، تعال اسمع نادر يريد يتزوج. بالخير. ها بس ابني ترى الزواج يراد له بيت ويراد له فلوس، انت عندك؟ اي عندي فلوس. اي عمي ابو حاتم، احكي ويا عمي صلاح يعطيني فلوسي حتى اتزوج. حقك، ليش فلوسك اللي عندك ضيله؟ شو تقول ابو صائب؟ ابو حاتم ترى هاي القضيه تسوي لنا مشاكل. صب لي شاي، صب لي الله يخليك. اقول ابو حاتم بلي، هذا احمد شفته مر عليك، ترى الدين صار عليه هوايه. هو وين احمد؟ هذا لعب علينا كليتنا. كلها مني، أنا اللي موتت الماء. الله ايش قد كانت دافية وحنينة، ليه هسه ضحكتها بإذني. ما أصدق معها ماتت، هذا حلم، كابوس. صدق يا ربي، صدق معها ماتت. ما هاوي أنا عصفورتي.
رحمت وجهي. صوتها اسمعها بكل الشقة، قاعد يرن بإذني. لا لا لا، لازم اطلع، لازم اطلع. أستاذ الاسم الكامل للموكلة معك. فاطمة عبد الرزاق أحمد. واسم بنتها الكامل؟ ندى صادق عبد الله. تفضل أستاذ سعد. لا العفو العفو. تفضل أستاذ وقع. حقيقة أنت طلعت محامي شاطر. يمتى تعلمت القانون؟ أنت وين والقانون وين؟ أشكر أستاذ سعد، ماكو داعي للحكي هذا، بعدين من الناس نصير فرجة. أنا ما حاكيتك هناك، قلت عيب لي يطلع صوتي قدام المعاون القضائي، بس أنت طلعت كل شيء ما تعرف. طبعاً وأنا هالأيام دا أشوفك تطلع من غرفة وتطب الغرفة ثانية، وعرفت السالفة من شفتك يا مخالي، بس قلت خلنا نعوفه، هذا محامي مستجد وما يعرف القانون زين. أشكرك أستاذ سعد، أنا ما أرد عليك، الخاطر خالك أبو صاحب، بعدين أنا ما مستجد بالقانون، أنا دارس القانون قبلك. قول أحسن مني. أنا أمثالك أخليهم جوا إيدي صناع يتدربون، وهاي الحقيقة تعرف بها أنت والمحامين الباقين. ما أسمح لك، أنا بعمر خالك أبو صاحب، فلا تنسى نفسك. أنا ما أسمح لك، أخاف شفت نفسك منتصر من سوى التنازل لوصية لا تتعب نفسك، لأن كل اللي تسويه أنا بحركة واحدة مني أفلشه، والمفروض بيك تجيني وتستشيرني قبل لا أسوي كل شيء. شلون يصير أجيك؟ بعدين أسرار الناس مهمة عند المحامي. عاشت إيدك يا أبو الأسرار، أنا أعلمك القانون زين بعدين. ماما أنا رايحة. وين؟ اليوم المقابلة مال العميد، بلكي الله يسمح لي وأرجع للكلية. تدرين يوم صديقاتي كلهم راح يتخرجن وأني ظليت. هاي قسمتك شو تسوي؟ شو أسوي يوم؟ أنا لازم أتخرج وتصير بيدي شهادة، قلها حتى أتعين تصير لي شغلة، أربي ابني مثل ما أني أريد. وعماد شلون؟ بنتي هذا صعب وإحنا ما بينا حيل المشاكل. تتذكرين من راح لأبوش للسوق وقام يصيح عليه ويهدده؟ ماما أنا بالنسبة لي الموضوع انتهى، كافي على هاي السنتين اللي قضيتها وياه، خليه يعرفني بحالي. إذا ما طلقني أنا أرفع عليه دعوة، وحتى حقوق منه ما أريد. يطلبني بطلابه؟ أنا ما أقول شيء، بس أقول لك ادرسي الموضوع زين. ماما أنا درست الموضوع كلش زين، وشفت مو بصالحي إنه أرجع لعماد. ماما هذا أبو رغبة يتزوج منها ورا شهرين ثلاثة يطلقها للمرة. هسه هو متزوج علي؟ هسه تشوفين شهرين ثلاثة يتزوج عليها. هو هيك قاضي حياته، هو ما يقدر يعيش غير هيجي. وحقوقك شلون؟ لا تتركين حقوقك. ماما هذا مو فقير، كل اسمه ابن حج صادق، وبمالهم تاسى الدنيا. ما أريد كل شيء، ما أريد من عنده، منه وغاد أنا أعتمد على نفسي.
الله بالخير. الله بالخير. ولو اني عندي دعاوى هوايه بالمحكمه، مصائر ناس، بس قلت لازم اجي لان القضيه مو مال تليفون. خير، شنو الشغله؟ الحجيه تنازلت عن حصتها بالملوك الندى. نازلت؟ شلون الحكي هذا؟ منو قال لك؟ انا عرفت، شفت المحامي اللي سواها بالمحكمه وحاكيته شلون حكي، عرفت قيمته شنو. شلون تتنازل عن والله الحكي هذا؟ تتنازل الحجيه عن حصتها الندى شلون؟ وليش؟ وهي تعرف ندى راح تتزوج باجر عقبه. لقيت القضيه خلصانه، بعدين هذا الموضوع ما يهمني لان انا بلحظه ابنيه وبلحظه افرشه. دقيقه فهمني، القضيه هي قانونيه لو مو قانونيه؟ قانونيه، بس القانون بيه وجهين، وبعدين اكو اشياء احنا بالقانون نعرفها، ولا تتخيل شيء بالقانون اني ما اعرفه. زين شلون يسوي شكل المحامي؟ ليش هيك الصرف؟ غير يخبرنا انه ما دام خالك بالوجود ما حد يرجع لنا. هم خال شفت؟ يومية طلعت لنا مشكلة وقضية ووراها خال يجي ويتدخل بالمشاكل. هسه انت ايش عليك انت؟ والله شلون هذه السالفة؟ شلون فهمني شلون يعني؟ اللهم صبر شاروح، اللهم صبر شاروح، اريد افهم هاي السالفة منين جتنا؟ قل لي احكي منين جتنا؟ خلك خابره يا عماد. الو، عماد موجود؟ وين القاه؟ اني اخوه المحامي سعد. ايه؟ شنو؟ يمتى؟ يمتى توفت؟ شلون؟ ايه زين وين القاه هسه؟ زين زين زين. هاي البنية اللي تشتغل بمحل عماد تقول البنية اللي متزوجها عماد بالشقة ماتت. شنو مريضة؟ شلون بهذا عماد؟ يوميا مسوي لنا مشكلة. دقيقة. الو، اهلا سعد. منو قال لك؟ لا مو مريضة، بس الأطباء ما لحقوا عليها. إهمال وأنا كنت السبب. لا أشكرك، ما محتاج شيء. إن شاء الله، بس أنا تعبان. الله كريم. إن شاء الله إن شاء الله أمر عليك. مع السلامة. تفضل. شكرا. اقول ست مها، خاف محتاجه شيء، قولي خاف تعبانه. لا لا أشكرك أستاذ عماد، أنت بالحقيقة ما قصرت وياي، وأنا كل شيء أشكرك. لو ما أنت ما أعرف شنو مصيري صراحة، يعني ما أتوقع ألقى شقة. يا معودة لا تهتمين، أي شيء أنا حاضر، أنا برسم الخدمة. ست مها العد احنا ليش خلينا هاي الشقة فارغة؟ غير حتى نخدم الناس ومثل هيك ناس حلوة. تدري أستاذ، يعني لو كل أهل العمارات يفكرون مثل تفكيرك كان انحلت أزمة السكن. معودة، منو قال لك اكو أزمة سكن؟ انت مو بشقة تسكنين، انت تسكنين بوسط العين.
تسلم عينك، بس أنا عندي طلب بسيط. أمني. يعني أنت تعرف أهل الشقق بدأوا يحجون يعني على مطبتك وطلعتك علي وأنا وحدي، وأنت ما تقبل واحد يحكي علي. لا ما أقبل، ودعتك من باكر إذا تردين أطردك إياهم كلهم بالشارع، ما أخلي ولا واحد قاعد بالشقة. بس ست مها، أنا ما أقدر يوميا ما أشوفك. مو تعرف أنت أنا ما متزوجة وقاعدة هنا وحدي. زين، نلقى صورة حال إن شاء الله. والله دوختني قضية هاي البنية، يعني كلش دوختني. هسه بنية بعد شابة. يلا هاي الأعمار بيد الله، شو تسوي؟ على كل، احنا نرجع لموضوعنا الأساسي. أنا كل سالفة يشيلها عقلي، بس هالسالفة ما يشيلها عقلي. الحجية تتنازل عن حصتها، ليش يابا؟ شنو قصدها من ورا هاي؟ تتحداني؟ يعني تأذيني، شفت؟ إذا كلهم ضدي، تمام؟ حتى تعرف شلون دا يفكرون. تدري بي انا اعرف كل واحد شلون يفكر، واعرف ببال الحجيه شنو. الحجيه سوت هذا الموضوع بعنادنا. نروح نشوفها للحجيه ونحكي وياها. اني عندي شغل بالمحكمه، وبعدين انظر للموضوع بمنظور خاص، لانه اني رجل قانون، وهاي القضيه ما تقلقني لان حلها يمي. اي بس انا النار شبت بهدومي. الحجيه تروح تتصرف بكيفها، تتنازل عن حقها، تتنازل عن حصتها، ماكو شيء. اروح احكي وياها، لازم تغير رايها، لازم. عبالها هوسه كل من إله. لا، واذا ما غيرت رايها انا اعرف شو اسوي، تصير مو زينه. يلا تجي وياي؟ لا روح وحدك، اني اروح للمحكمه. برينا الذمة. احنا لازم نبرد ذمتنا من هذا الملك. ليش خويا ام صلاح؟ يعني أنا أشوف أبو صلاح صار يشتري أراضي ويبني بيوت ويبني عمارات، وأنا ما مرتاحة لهذا الملك. انت ما تعرفين منين؟ لو خاف جا ورث. منين جا الورث؟ من أبوه من أمه. أشو أمه وأبوه يشتغلون خدم ببيت البيت وماكو غير شغلة البيت. يا الله، شلون الحجيه؟ هلا. يا هلا يما صلاح. أنا سمعت أنت وحدك اليوم بالبيت لأنه ندى رايحة للدائرة، فقلت خوش فرصة هاي أجي أحكي وياك. سمعت أنت متنازلة عن حصتك الندى؟ الأعمار بيد الله، وأنا قلت أبر ذمتي أمام رب العالمين. أخذت عهد على نفسي ما أخلي شي بذمتي من أملاك حج صادق. إي وش بيه عيني ملك حج صادق؟ ها؟ أنا بس أفتهم ليش تنازلتي عن حصتك الندى؟ المن أتنازل؟ المن قل لي أكو غير ندى؟ هي اللي مداريتني ومباريتني ومحضرة كل احتياجاتي. يمه أنا أم وأفكر بمستقبلها،
تتزوج ما تتزوج، قلت أتنازل عن حصتي فوق حصتها حتى أضمن مستقبلها. بس انت راح تعقدين وضعها بعد اكثر. اني كان عندي استعداد ان اشتري حصتك وحصه ندى، طبعا بعد ما انزل الدين. دينك؟ يا دين هذا، استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. شنو يما دين احنا مطلوبين لك؟ انت حتى هذا البيت حاط عينك عليه، يوميا دازلنا خبر. شوف اقول لك، اني حصتي واتنازل عنها بكيفي حتى لو الانسان غريب. حجيه، انت كل زين تعرفين موقفي من الملك. انا ما اسمح لاي واحد غريب يجي يشاركني بالملك، لا هسه ولا بالمستقبل. انت كل زين تعرفين الملك شنو بالنسبه الي. يعني انت لو كان عندك نيه تتنازلين كانت تتناشين وياي، لانه انا كبير وكل زين تعرفين انت انا ما اقصر وياك. بالعكس كان ممكن ان ارضيك، بس انت رحت تنازلت بدون ما تقولي لي، فلذلك هاي اعتبرها مثل المؤامره علي. مؤامره؟ صلاح اللي يتصرف بحقه يسوي مؤامره؟ انت اذا صرفت كم فلس على الملك اخذت بقد 10 مرات. اسمع مني وخلي الله بين عيونك. شوف ترى انت حصتك مثل حصة اخوتك صلاح. ما صدقنا خلصنا من حج صادق، تريد تعيد لنا الايام السوداء؟ شو اسوي لكم؟ فاهميني شو اسوي لكم؟ مو دا اقول لكم يا بروح اختاروا بيت واشتري لكم اياه في اي مكان تردوا. أنا ما أقصد هذا البيت، أنا أقصد عيشتنا هاي بدنا نعيشها. إيش دا الطينة مسويها مثل ناقوط الحب، تدري ليش؟ حتى تخلينا دائما جوا إيدك. وش محتاجين انتو يابا؟ بعدين شو انتو ما قاعد تحسبوا الحساب لاي واحد. عمي ابو صعب، امي مريضه، عمي صلاح راح لامي، انا اريد اروح اشوفه. تعال نشوفه. اقعدي انا افتح الباب. مرحبا. هلا. السلام عليكم. نعم. خالي ايش عندك هنا؟ أنا اشو المحل وعزلت بعد شكو؟ أنا اللي رابطني مو المحل، هاي أختي وذيك بنتي. خالي روح دور لك غير مكان، أنت أنا ما بقت لك عيشة. بعدين أنت شو خبصتنا؟ كلها بنتي بنتي، كل ما جبنا طار وندى بنتي، هي كم سنة عاشت ببيتك؟ يعني بهاي كم سنة صارت بنتك؟ لا تنسى ندى بنت حج صادق، بطل من هذا الحكي خالي بطل. بالرغم من كل هذا الكلام اللي قلته واللي ما اتفق بيه وياك، بس اني ما راح اتصور راح ابتعد عن هذا المكان، لان هذا عالمي. ايه حتى تظل تحرض الحجيه واخر شيء خليتها تتنازل عن حصتها الندى. اني ما حرض احد، اسالها للحجيه. اني ما اسمح ان ادخل نفسي بحياه الاخرين، ولا اسمح لهم ان يتدخلون بحياتي. اصلا انت دمرتنا. المهم انا بريت ذمتي وياك والمحل ورجع لك. المفروض انك تحترمني، ليش؟ لان اني اكبر منك وخالك، فلا تعبر الحدود باي اعتبار كان. انت ما خليت حدود. صلاح هذا خالك يما عيب. اني ما اتدخل الا بالشيء اللي يخص ندى، واعتقد هذا مسولفين به. التعامل وياك انت صعب، التعامل وياك خالص صعب. اسمع دا اقول لك حجيه، فكر زين، الامور كلها تمشي طبيعي. انا ما عندي مانع اشتري حصتك وحصه ندى، بس فكر زين. وبعدين اقول لك ترى تنازلك هذا مو قانوني. انت تسكت وبس، انت كانك مخبط، لا تحسوي امي بهالشكل، افتهم انت ما عندك كانك مخبط. بعد كانك انت بس شيء انت
تعال يا حاج صادق نبي مخابي بسرعه. عفوا صلاح عفوا. صلاح يمك هذا اخوك. لا تقولين اخوك، لا تقولين مو اخويا. ذيك مره قلتيها وسمعت وسامحت، ومره ثانيه سمعتها وسامحت، بس مرت له اذا اسمع هاي الحكايه تصير مو زينه. منين اخويا؟ ها؟ حاج صادق لقاه بالشارع ورباه، يتيم ورباه. منين؟ شفتي هذه هم مؤامره علي حتى تخلون واحد شريك وياي بالملك، بس لا لا ابدا، ما حد يشاركني بالملك، هذا بيتي وملكي، افعل طابوقه طابوقه على راسكم وهسه تشوفون. اسمع ابو هند. نعم استاذ. هذا نادر اطرده من الغرفه وتاخذ المفتاح من عنده، وحتى هذا ابو حاتم يطلع عربانته ويطلع من الرصيف، فهمت؟ نعم. ذولا دا احسهم دا يشتغلون ضدي، دا يشتغلون ضدي. صار استاذ صار. اوف يا اخوي، هذول ولدي كل ما يجون يرتفع الضغط عندي، اتخربط، ما يفكرون بس بنفسهم. ارتاحي حجيه، ارتاحي ولا تفكرين. شلون ما افكر؟ ما سمعت شو يقول؟ يقول هذا التنازل مو قانوني. شنو التنازل مو قانوني؟ اصلا هذا التنازل راح ادخله بصور قيود كل الملوك. الملوك الملوك، والله طلعت روحي من هالملوك. وتالي صلاح يجيني بكل عين وكحة يقول لي أنا سويت هالملك. حجية، ترى لدى هالايام دي تسال هوايه عن الملوك ومنو جاب هاي الفلوس ومنين الحجي، يعني قلقه وما مرتاحه. وانت ايش قلت لها؟ شو اقول لها؟ يعني انا هم مثلها ما اعرف منين جاب هاي الفلوس، بس وقت هاي السالفه اللي سمعناها قبل 50 سنه ويجوز هم ما لها اساس من الصحه. ابو صائب سد للموضوع، ما بينا حيل نقلب دفاتر عدتك. والله انا راسي راح يطق، فدول عينك ناوشني الحبوب مالتي. خويا يخليك الله، لا تنسى نادر، روح علي فدوى، هذا ما عنده احد خطيه. نعم استاذ. تعال ابو هند، مريت لميت الايجارات لو بعدك؟ لا استاذ، فد يوم يومين. اخاف تلم الايجارات، بلغت ساكنين كلهم اكو زياده شهر الاخ. يمتى تمر؟ قلت لك فد يوم يومين استاذ. لا من باكر تمر عليهم تبلغهم، لان انا محتاج فلوس، اريد فلوس جوا ايدي. وحتى هاي الشقه اسمع، لا تروح، خلي اكمل كلامي. حتى الشقه اللي سكنت بيها مرت عماد همين تبلغهم يأجروها، مو تبقى فارغه. نعم استاذ. تعال. تفضل. هذا اكرم مبين؟ لا استاذ، هو يجي اكيد يجي. نروح على شغلك. عافيه مو عليك، دا اقول عافيه ملك، الكل طمعانه بيه حتى المخابيل. روح انت على شغلك. صار استاذ. هاي ايش بيك؟
ابن اختك لعبها بنفسي. ليش؟ قال لي روح على نادر اخذ المفتاح مال الغرفه مالتي. خطيه. صدق؟ اي مو هذا وين يروح؟ وين يطوي وجهه؟ طولة عمره هو عايش هنا، اصلا ما يندل اي مكان غير هذا المكان، قل لي هو نادر قليل خدم الصلاح. ما يفيد ابو صاحب، ما يفيد. صلاح تخدمه ما تخدمه نفس الشيء. بس انا محتار والله شو اسوي؟ قل له ما لقيته الى ان ندبر حال النادر. لا اقول له ما لقيته. اذا خوش حكايه اقول له ما لقيته. بس اكون اضرب منها. يا ستار شنو؟ قال لي قول له لابو حاتم المقابل العماره مالتي خليه يشيل منها لان دا يسوي لي مشاكل. ابو حاتم هم خلص منها، اي منبسط بملك البلديه، قل لي هاي شلون راح تحلى؟ هاي شلون؟ اما اقول له ما لقيته. ابو حاتم مقابل العماره 24 ساعه. شو اسوي ما ادري. قل لي هذا صلاح تخبل؟ يعني همشي ما ياخذ ضريبه من الناس اللي يمشون قدام العماره مالته. شنو؟ شو أغراضك؟ اريد اروح. وين تروح؟ ما ادري وين اروح، ما ادري. لا تروح، ابقى بهاي الغرفة، ترى هاي الغرفة مالتك، ابني انت لك حق بالملوك. ما اريد ما اريد فلوسي عند عمي، عمي ما ينطيني فلوسي. ودا اقول لك ابقى واحنا ناخذ لك حقك. اقول نادر، زين انت شلون تروح وتعوف الحجية؟ وهي تحبك؟ لا ما اروح، مو مريضة وانا اخاف عليها. نادر ترى الحجية تريدك. لا ما اروح، انا امي مريضة وانا اخاف عليها. لا ابقى انا احسن، ابقى انا احسن. هذا من اللي دق الباب قبل شوي؟ العطار يمه يريد حسابه، عندك تنطيه؟ منين اجيب؟ بعد ما عندي فلوس، ما تلحق عليكم فلوس. تدرين انا السوق كله يطلبني؟ بس اكو واحد راح ينقذني اللي هو استاذ سعد. ومنو هذا استاذ سعد؟ محامي وزنقين وملكهم تارس الشارع كله. هو الوحيد اللي راح ينقذني. بس شلون؟ شلون؟ ما ادري. بلكت هذا الاستاذ يلقي لي وظيفه اتعين بدائره. انا اروح